السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. قبل ما نبداو دائما نذكركم بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اليوم إن شاء الله جيت نشارك معكم هاد لي تغتولات اللي دايرين حالة في المقاهي وصراحة يستاهلوا، يجوا بزاف بزاف بنان. وللامانه كنت شفت هاد الوصفه في واحد القناه اسمها ساره ديليس، يعني هي الاولى اللي بارطاجات هاد الوصفه في اليوتيوب، ما كاش غيرها، فعجبوني حبيت نعاودها معكم، ولكن يعني بطريقتي بدلت شويه في العجينه. انا درتها بدون بيض في 125 غرام تاع المارغرين، الله يبارك تقطع لكم حتى ل 21 22 حبه. فبقاو معايا الاخير باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. ما تنسونيش فقط في هذاك الجام، ربي يحفظكم، وتعليق شباب كيما نتوما. ونبداو على بركه الله، بسم الله. اول حاجه راح نبداو في الكريمه باش نخلوها تبرد. عندي نص لتر نتاع الحليب، حطيته في كاسرونه، وبالكاس اللي يرفد 220 مليلتر من السوائل درت نص سكر ونص تاع المايزينا، وحطيت ايضا ملعقه صغيره معمره تاع لافاني، وحركت كل شيء بارد في بارد، وديت الكاسرونه حطيتها فوق النار مع التحريك المستمر حتى وين تعقد لكم الكريمه وتبدا هكا تبقبق لكم على الجوانب. رفدوها من فوق النار وضيفوا لها مباشره وهي هكاك سخونه ملعقه كبيره نتاع المارغرين ولا الزبده. هنا ضفت لها ايضا هذا المكون اللي راح يخلي الكريمه نتاعكم البنه تاعها تجي مميزه، اللي هي ملعقه صغيره نتاع باتاغون بذوق البنان. شوفوا يعني راح يعطي لكم الذوق ويزيد لكم اللون. حركت كل شيء مليح مليح، وراح نفرغ الكريمه يعني في هذا الغيسيبيور يكون هكا واسع، ونغطيها اون كونتاكت ونحطها في الثلاجه باش تبرد لنا مليح مليح، نحتاجوها بارده. بالنسبه للكريمه تقريبا راهي واجده. نروحوا للعجينه اللي نحتاج فيها 125 غرام تاع المارغرين، حطيت لها مغرف معمره يعني مقبى مليح مليح نتاع سكر غلاس، وملعقه صغيره تاع لافاني، ورشه نتاع الملح. وراح نخلط كل شيء لهنا في بالباتو. يعني بالنسبه للحلاوه نتاع هاد لي طاغتولات البنات، غير سي با لابين يعني تقولوا بلي ماهمش راحين يجوا بنان، ولا ما تضيفوش السكر. الملعقه هذيك اللي درتها معكم تكفي وتوفي، راحين يجوا يعني معتدلين في الحلاوه. وبعد ما خلطت هذاك الميلونج كامل حتى وين تحصلت هكا على قوام كريمي، رحت جبت هاد الكاس هذا نتاع اللاتاي، درت نصه زيت ونصه حليب، يعني حليب عادي نحيته من الثلاجه، ضفتهم وراح نكمل هنا نخلط بالباتو. وبالنسبه اللي ما عندهاش الباتو يعني ماشي ضروري، تقدروا تستعملوا يدكم تخلطوا مليح مليح هذوك المقادير مع الاول، وكي تزيدوا تحطوا هذاك الزيت مع الحليب تزيدوا تخلطوا يعني حتى وين تحصلوا على هكا قوام يكون كريمي. ومن بعد تبداو ضيفوا الفرينه اللي هي الدقيق الابيض، وحطيت ايضا ربع ملعقه صغيره هذيك يعني تاع القهوه تاع خميره الحلويات، على جال الخفه برك يا البنات، فما نحتاجوش هاد لي فون دو تارت باش يطلعوا لنا. ولا كنت ديجا شاركت معكم هاد العجينه يعني بدون بيض في القناه، وبزاف فيكم اللي جربوها وعجبتكم، صدقوني يعني تقعد هكاك مقرمشه لمده طويله، وتقطع ايضا كميه لا باس بها. هنا راني خلاص طميتها. بالنسبه للفرينه تدي لكم هكاك واحد نزوج كيسان بالضبط، كل وحده والفرينه نتاعها، كاين اللي تشرب وكاين اللي لا. هنا جبت هادو هما الليمول نتاع لي فون دو طارت، هادو هما لي مول اللي راح نستعملهم وراح نطيب فيهم يعني لي فون دو طارت نتاعي. رفدت شويه نتاع العجينه حطيتها مباشره يعني في المول، وبلا ما ندهن المول ما والو، يعني ما مش راح يلصقوا لي. وبديت نمشي فيها بالطريقه اللي شفتوني، يعني حتى وين هذيك العجينه تاخذ لي كامل الشكل نتاع المول. وديما ركزوا لي على الجوانب، يعني ضغطوا عليهم مليح مليح باش كي ندخلوا لي فون دو طارت نتاعنا للفور يطيبوا ما مش راحين يهبطوا. شوفوا راح نزيد نخدم واحده معكم باش تشوفوا طريقه كيفاه. يعني هذه الطريقه السهله ما لا تمتم تخدموهم خير من هذيك الطريقه اللي تحلي كامل العجينه ومن بعد تطبعيها بكاش طابع يكون هكا مدور، وترفدي تبداي يعني تخدمي، وكل وحده كيفاش تخدم كيفاش مولفه تخدم. المهم انا دوك نكمل نعمر كامل لي فون دو طارت نتاعي حتى وين نكمل العجينه اللي عندي. كما راكم تشوفوا الله يبارك هنا خرجت لي 21 حبه. فهاد العجينه يعني تقطع الله يبارك، وكما شفتوا درناها بدون بيض. راح نتقبهم كامل بالفرشيطه ونحطهم في المجمد لمده حتى 5 6 سوايع عفوا دقائق، ونحيهم ونحطهم في الفرن باش يطيبوا لنا. يعني نحطهم في الرف الوسطاني نشعلهم غير من تحت
وجست يبداو هكا يحمروا لنا على الجوانب، نعاودو نشعل لهم من الفوق يتحمروا لنا شويه برك ونحوهم. وهاهم ليك هنا بعد ما وجدوا طابوا، شوفوا الله يبارك كيفاش طابوا، يطيبوا ما شاء الله. بالنسبه لي انا نحب يعني نحمر لي فون دو تارت كيما راكم تشوفوا نتوما. دبروا راسكم يعني تحبوا تطيبوهم على بياض تحمروهم كيما تحبوا. المهم شوفوا لهنا راني نديموا لي فيهم ويتنحاو لي بكل سهوله. نكمل نحيهم كامل ونخليهم يبردوا لنا بجاه، ونعاودوا نولوا لهذيك الكريمه اللي خليناها تبرد في الثلاجه. هنا راح نخلطها هكا شويه بالباتور، ومن بعد نجيب نص كاس نتاع غبرة الشونتي راح نضيفها ونكمل نخلط. راح تتحصلوا على لا كريم دبلومات هنايا، وواحد الكريمه يا البنات يعني تجي خفيفه وليس تجي بنينه بزاف بزاف، خاصه كي زدنا درنا لها يعني ذوق نتاع البنان. انا كملت خلطت هذيك الكريمه مليح مليح يعني حتى وين تحصلت على هذا القوام. ومباشرة نحط الكريمه تاعي في لابوش ونروح نبدا يعني نعمر في لي فون دو تارت هذوك بعد ما يكونوا بردوا لنا تماما. هاي ليك درتها في هاد لابوش وبلا ما ندير ني لا دوي ني والو، يعني جوست هذيك لابوش برك فتحتها هكا شويه وبديت نعمر. بالنسبه لهاد الكريمه راح تعمر لكم 13 حبه، انا عمرت لي 13 حبه بالضبط. ولا حبيتوا يعني يعمروا لكم كامل هذوك لي فون دو تارت اللي طيبتوهم ضافوا فقط في المقادير. انا نكمل نعمر كامل لي فون دو تارت نتاعي ونعاود نولي لكم. وباش نكمل لهم التزيين اللي تارتولات نتاعنا جبت هذا الكاوكاو اللي حمصته يعني هكاك بقشورو ورحيته ايضا بقشورو، يعني رحيته هكا شويه يكون خشين، ومن بعد جوزته في الباسواغ يعني حتى وين طاح لي كامل هذاك رقيق، واستعملت اللي بقالي. هنا راني نحاول كيفاش يعني ندير هكا كميه فوق هذيك الحبه. وسيو كي ديروا هكا الكاوكاو فوقهم ضغطوا غير بالعقل يعني ابان برك ما تضغطوش مليح مليح باش ما يدخلكمش هذاك يتخلط لكمش هذاك الكاوكاو مع الكريمه. يعني بعد كي تقسموا الحبه راح تبان الطبقه نتاع العجينه مع الطبقه هذيك نتاع الكريمه اللي في الوسط والكاوكاو ولا جولي اللي رانا رايحين نديروهم من الفوق. وما تخافوش ماهمش رايحين يدولكم بزاف يعني كاوكاو. انا شريت قيس 12000 عمروا لي يعني 13 حبه وبقى لي الله يبارك يعني قسم نكمل نعمر هذوك 21 حبه كامل. انا بعد ما كملت درت لهم كامل الكاوكاو كيما شفتوني، جبت لاجولي سخنتها شويه في يعني فوق النار عادي ولا سخنوها في الميكرووند، ودرت لها واحد زوج ملاعق كبار نتاع الماء باش يعني تولي لي هكا خفيفه. وبديت يعني بالبانسو نحط هكا طبقه من هذيك لاجولي باش نتحصلوا على هذيك اللمعه، وفي نفس الوقت يعني هذاك الكاوكاو يشد لنا ما يطيحش. هنا بالنسبه لهذيك لاجولي ولا كنتو تخدموا عاودة تجمدت يعني عاودوا سخنوها عادي راح تولي لكم يعني خفيفه وتقدروا تتحكموا فيها. شتو يا البنات هاد الوصفه بزاف بزاف هايله، غير جربوها وعلى ضمانتي وناجحه مليار بالمية. خاصه هذيك العجينه اللي تكون هكا بدون بيض، يعني بما انه الكريمه بدون بيض فحبيت اني نشاركها معكم بعجينه ايضا بدون بيض. والله يبارك تقطع وزاكيه. راح نحطهم هكا في الكيسات، يعني كل ما ندير هكا حبه نحطها في الكيسات ومباشره نحطهم في الثلاجه باش هذيك الكريمه تبرد معنا وتتماسك. وهنايا راهم واجدين. شوفوا الله يبارك يعني وصفه تنفع لكامل المناسبات نتاعكم، خاصة النجاحات اللي رانا يعني على الابواب. ربي ينجح كامل وليداتنا. وما بالنسبه لربات البيوت اللي تحب هكا تعتمدوا كمشروع مربح تخدم يعني هكا للمقاهي راح دير بهم حاله. فما نطولش عليكم اكثر، نروحوا نقسموا حبه مع بعضنا باش تشوفوا مصداقيه الوصفه. شوفوا الله يبارك يعني غير حطيت الموس راح بكل سهوله. شوفوا لهذيك الكريمه ايضا برغم ان يعني راني قسمتها مباشره معكم ما حطيتهاش ميبا في الثلاجه باش تبرد الكريمه وتتماسك. والعجينه ما عندي ما نحكي لكم عليها، جربوها نتوما تحكموا. وفي الاخير ما تنسونيش في الجام. ربي يحفظكم ومع السلامه.